يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا خوخ. طيب الحقيقة أنا بقالي كتير قوي مسجلتكيش يعني فيديو، ولكن جه في دماغي اليومين دول إن أنا أتكلم معاكي عن فيديو له علاقة بفكرة الحرية والاختيار. الحرية والاختيار. والحقيقة في اللي جاي في ذهني إن أنا أكلمك عن فكرتين أساسيتين على الأقل عندي أنا، فيما له علاقة بمفهوم الحرية وما له علاقة بمفهوم الاختيار. لأن أنا شايف إن هم ممكن يبان إن هم متناقضين أو مختلفين، لكن الاتنين في ذاتهم ليهم علاقة شديدة جدا بفكرة الحرية وفكرة الاختيار. تمام. فإيه هم المبدئين دول؟ المبدأ الأولاني اللي بيسميه illusion of freedom، وهم الحرية أو توهم الحرية. والمبدأ التاني اسمه paradox of choices، او معضله الاختيارات. معضله الاختيارات. طيب فخليني ابدا بالايه، باللوجن فريدم، وهم الحريه. الغرض من القصه هنا ايه؟ الغرض من القصه ان احنا آه ان في بعض الاحيان، في كثير من الاحيان كمان مش بعض الاحيان، الانسان بيكون عنده هذا الشعور الزائف في الحقيقه بانه حر. الزائف، هذا الشعور الزائف بالحريه. و... وده من ضمن المشاكل الكتيرة قوي بقى الفلسفية اللي بترجع اللي ممكن يعني نناقشها في أفكار كفكرة مركزية أو كقيمة مركزية ل... ل... لمناهج ونظريات وتنظيرات وتأسيسات في العلوم الاجتماع وعلوم السياسة الليبرالية وغيره يعني، أو الليبرالية في الأساس. ان في تعظيم كبير جدا 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 لمفهوم الحرية عند الناس، في تعظيم كبير لمفهوم الحرية عند الناس. وهو في الحقيقة غير حقيقي. illusion of freedom. أول مرة أسمع المصطلح ده كنت في دورة في جامعة اسمها جامعة بولونيا في إيطاليا. جامعة بولونيا دي من أكبر الجامعات أو من أقدم الجامعات في أوروبا، هي أقدم جامعة في أوروبا، وفي بعض الأحيان حتى كانوا إيه يعني، واحنا في البتاع كانوا يقول لك دي اقدم جامعه في العالم وكده. وانا طبعا كانسان غلس كنت بغلس عليهم واقول لهم لا، احنا العرب والمسلمين بنوا جامعات اقدم، سواء بقى الزيتونه وقيروان وفي الاندلس وغيره وكده. فيعني كنت على طول بغلس عليهم، لكن هي يعني يؤخذ لها ان هي واحده من اقدم الجامعات في اوروبا. مكان عبقري. هي اصلا يعني ايه، حصن. كانت حصن كده. وانا فاكر الاوض بتاعتنا اوض المحاضرات كانت بتبقى زي في الانفاق كده، زي دهاليز في الانفاق. جو يعني انت في قلعه. الجامعه عباره عن قلعه، فورترس يعني حصن. وبيت الطلاب كده حصن قديم مبني يعني من زمان، وهو معمول ان هي قلعه، ولكن جايين جوه مقسمينها لقاعات محاضرات. كانت البيئه والجو بتاعها حاجه عظيمه جدا يعني، من افضل الاماكن اللي الواحد راحها وارتاح اليها. وسفريه ايطاليا دي في العموم كانت من افضل السفريات اللي بابا سافرها يعني. الشاهد كان من ضمن الحاجات اللي هناك، من ضمن المحاضرات اللي كنت باخدها دي كانت في بوست جراد، او انا يعني كنت خلاص بخلص الماجستير فرحت اخدت الكورس ده. فكان من ضمن المحاضرين بروفيسور، راجل طلياني كده كبير اسمه ستيفانو زماني، انا مش هنسي الاسم. بروفيسور، استاذ في علم الاقتصاد، واسمه ستيفانو زمانو ده كان يعني حتى ايه، حد في العلم الاقتصاد ده واضح ان هو تنين يعني. بعد كده لما قريت في الريزومي بتاعته، في السي في بتاعه، يعني اكتشفت ان الراجل ده مثلا قعد 10 سنين ولا حاجه في الكوميتي اللي بتختار مين يحصل على نوبل في الاقتصاد. فده مش واحد حصل على النوبل، ده واحد كان هو اللي بيختار مع زمايله طبعا مين اللي نديله نوبل السنه دي في الاقتصاد. فحد واضح ان هو تقيل جدا في الاقتصاد. وبشكل عام الطليان المدارس بتاعتهم في المدرسه الاكاديميه بتاعتهم شويه كده ايه، آه، تحس ان هي مش رايحه قوي في نفس السياق الانجلو ساكسون بتاع الانجليز والامريكان كده. لا، برضو الناس دي ايه، في يوم من الايام كان عندهم حضارات، تاريخ بقى، وحضاره تعم العالم وتسود العالم من ايام الرومانيين ومش عارف إيه. فبرضو الطليان عندهم حته نزعه كده ايه، زي المصريين القدماء بعد حضاره 7000 سنه، فهم عندهم نفس البتاعه دي. وعندهم برضو فكره
يعني مش انتوا اخر حاجه في الكون واحنا عندنا افكار. فكان الكورس كله كان كلهم اساتذه اغلبهم طليان، فكان دايما عندهم هذا النقد للحضاره الغربيه بما ان هم فيها ورازعين فيها، لكن تحس ان هم ايه، مدين كده اي حته يساري كده في الخفيف بتاع. فكان دايما الراجل كان بينقد. والحقيقه المحاضره بتاعته دي من اعظم المحاضرات اللي حضرتها. محاضره 3 ساعات ما حسيتش بيهم، حوالي ربع ساعه. الراجل بيتكلم في فلسفه، ويعني بيكلمنا في محاضرة عادية وبيطلع بقى بينا ايه، ياخدنا في كل درجات طول المحاضرة، يجي يتكلم في مبدأ في كونسبت، ياخده من اول فلسفته الكامنة والتاريخ اللي نشأ فيه والفكرة اللي نشأت فيه، وينزل بيها غاية تأثيرها على حياتك اليومية دي. معنى المبدأ ده ايه في حياتك اليومية، انت هيأثر معاكي في ايه. فكان راجل عظيم الحقيقة ومحاضرة عظيمة. وكانت كل محاضرة مليانة كل شوية قصص وانتيدوتس. وانا لما كنت قاعد مع فلان صاحبي، وفلان لما كتب الكتاب اللي اخد عليه جائزة نوبل بعتهولي قبل ما ينشره عشان اراجعه، فانا عملت معاه مناظرة وبناء عليها اخر نشر الكتاب 3 سنين ومش حاجة كده يعني. عظمة عظمة عظمة. ف... فالحاج كمان الانجليزي اللي بلكنة طلياني اصلا. اللغه الايطالي كده لغه سكسي كده جميله يعني. ايزابيلا بيلا بلالا فوراليلا مش عارف ايه يعني، كلها كده في الحاجات اللطيفه دي. فهو كان بيتكلم انجليزي الحمد لله كان بيتكلم انجليزي باللكنه دي مع القصص، مع ان هو راجل تقيل. فكانت محاضره فعلا 3 ساعات انا قاعد متنح، سبت الورقه والقلم عشان ما اضيعش وقت في الكتابه، وبسمع ومستمتع. وعدت عليا 3 ساعات كانهم ربع ساعه. فكان أول مرة أتعرض لهذا المبدأ كان ستيفانو زماني بيكلمنا على فكرة illusion of freedom. وبيتكلم إن يخطئ من يظن أو من يؤمن فعلا بالدعوة الليبرالية بأن الحرية يمكن أن تكون في يوم من الأيام مطلقة. وقال الكلام ده مستحيل، لأن الحرية بشكل عام دائما ما ستكون مقيدة إما بالدين أو بالظروف او بالشخص نفسه، او بالشخص نفسه نشأته والظروف الشخصيه اللي هو فيها، اما بظرف الظروف العامه يعني او الظروف الشخصيه. لكن في الاخير الحريه ليست حريه مطلقه، بل بالعكس. هو كان في وسط المحاضره كمان بيعلمنا. المحاضره كان ليها علاقه شويه بالبابليك بوليسي والبابليك ادمنستريشن والحاجات اللي زي كده. فكان حتى بيعلمنا ازاي نستغل هذا الالوجن لما نيجي نكتب استبيانات، لما نيجي نعمل مش عارف استفتاءات، لما نيجي نعمل حاجات ليها علاقه بالبوليسي وكده. فازاي حتى نقدر نخلق الوهم ده. وباختصار يعني مفهوم الموضوع باختصار ان الانسان يشعر بوهم الحريه عندما يعرض عليه اختيارات. فالانسان لما يعرض عليه اختيارات ويشعر انه حر في انه يختار احد هذه الاختيارات، فيشعر دائما بالحريه. ويقول ان دي منتشره جدا في المجال العام. الناس بتختار من متعدد، بتختار من كذا حاجه، فتشعر بان هي عندها حريه، بينما هي في الحقيقه على الحقيقه هي مش حريه مطلقه. ليه؟ لان الناس بتختار within set of choices. فكان قبل لنا دايما فرقوا ما بين التشويس والset of choices. وان الحريه بقى المطلقه دي ان انت تكون حريه مطلقه انك تختار اكتر من set of choice، انك تختار اكتر من set of choice، انك تختار اكتر من مجموعه من الاختيارات مع بعض، اكتر من حزمه من الاختيارات. الانسان الحر على الحقيقه هو الانسان اللي يكون عنده القدره انه يختار اي حزمه الاختيارات هو حابب انه يختار منها. بينما في الواقع بقى ده ما بيحصلش. فلانه مثلا ايه، تيجي وتبصوا في الانتخابات، في الاخير الناس ما تقدرش تنتخب غير مين؟ غير الراجل اللي ترشح. في امريكا مثلا، امريكا بلد الحريات وبلد الديمقراطيه. الناس بتنزل من بيتها كل يوم انتخابات، يعني في اليوم الانتخابي بتنزل من بيتها عشان تحط بصوتها وتدلي بصوتها. وهي رايحه تعمل ده، هي مقتنعه تمام القناعه وتمام اليقين وتمام الثقه ان هي حره، هنختار بحريتنا، صوتنا هو اللي. بينما هم في الحقيقه السيت اوف تشويسز بتاعهم ليميتد جدا، حزبين بس. يا نهار اسود، بلد زي امريكا 300 مليون، قاره كامله 55 ولايه، كل ولايه منهم قد كده، باقتصاد قد كده، بجيش قد كده، مش عارفه ايه، مفيش غير حزبين. يعني ديمقراطيتهم مبنيه كده. مش بنقول حلو ولا وحش، يعني انا هنا مش في مجال
تقييم التجربه كتجربه ديمقراطيه، هو حلو ولا وحش، فكره الحزب الواحد والحزبين ومش، لكن فكره الوهم ان الناس تظن، الامريكان بيظنوا ان هم حريين حريه مطلقه. وكان حتى بيقولها وهو بيتندر ويضحك يعني، يقول لك ان انا مش قادر افهم لغايه دلوقتي ليه الامريكان عندهم this proud، ان هم عندهم هذا الفخر، ان هم يقول لك احنا عندنا حريه، نحن البلد الديمقراطيه التي وصلت الى درجه من الديمقراطيه مش عارف ما وصلهاش حد قبلنا ومش عارف ايه وبتاع. يقول لك انا مش قادر افهم بيجيبوا منين هذا الفخر الشديد، اللي هو يقول لك احنا عندنا حريه وعندنا ديمقراطيه، بينما هم في الحقيقه الست اوف تشويسز بتاعهم محدود جدا. ده انت يعني انتخابات رئاسه الجمهوريه ما ينفعش، يعني انتخابات الرئاسه ما ينفعش تتم الا ما بين مرشح ديمقراطي ومرشح جمهوري. نادرا نادرا في تاريخ الحاجه ال 200 وشويه سنه اللي فاتوا دي، الحاجه وداخلين في كام، في حاجه و60 تقريبا، حاجه و50 55 56 رئيس جمهوريه مثلا. نادرا لما تلاقي في الانتخابات يكون حد مستقل. كان في زمان حزب ثالث وبعدين حزب الثالث ده راح مش عارف ايه، فالمهم يعني، فيقول لك فين الحريه في كده؟ ده انت عندك limited set of choice، ده انت بتختار ما بين حزبين، مرشح الحزب ده ومرشح الحزب ده فقط. هل امريكا ما فيهاش اختيار تاني؟ يقول لك الناس بقى لو حريه حقيقيه، هي تستطيع ان هي تخرج بره السيت اوف تشويس ده، لكن ده ما بيحصلش. فبيقول لك دايما بيخلق وهم الحريه، وهم الحريه. فالحريه دائما ما تكون مقيده. وقعدنا بقى نتكلم في هل هي تكون مقيده، تكون مقيده احيانا بالدين، تكون مقيده احيانا بالقوانين، تكون مقيده احيانا بالاعراف، تكون مقيده احيانا بالسياق. يعني ايه؟ يعني في وقت من الاوقات، في مكان من الاوقات، انا اقدر اختار ما بين حاجتين، الحاجتين دول في وقت تاني نفس الشخص ونفس الموقف، بس في وقت تاني في مكان تاني ما اقدرش اخد الاختيارين دول، والاقي نفسي بضطر ان انا اختار ما بين اختيارين تانيين. في كل حالة من الحالات دي انا بختار، والاختيار بيديني، بيعزز عندي هذا الشعور بالحرية، ان انا حر، انا حر because I have a choice. بينما انا في الحقيقة فعلا حر، ولكن حرية مقيدة، ليست حرية مطلقة، مفيش حرية مطلقة. أو يكون زي ما هو قال، أو يكون على الأقل خالص مقيد بالتنشئة والتربية الذاتية والتجربة الذاتية للإنسان. إن في الأخير ممكن يحصل موقف محمد بابا يختار فيه اختيار معين ويشعر إن هو حر، ليه؟ إن أنا بختار ما بين اختيارين، بينما واحد تاني لو اتحط في نفس الموقف يختار اختيار تالت أصلا ما كانش في الرادار. يعني بابا ما كانش حاطه كطرح، ما كنتش بفكر ان انا ممكن اخد هذا القرار اصلا، بس واحد تالت بالنسبه له عادي في نفس الموقف مثلا. فاهماني يعني ايه؟ الرشوه، بابا جه حد يرشيه، يعرض عليه فلوس علشان يعمل كذا، يعني تعرضت لمواقف زي دي، ممكن نبقى احكي عنها بعدين، سواء بقى على النت او لما تكبري في الحياه العاديه، بس تبي تفكريني يعني. فلما يعرض عليا حد رشوة ومبالغ ضخمة جدا عشان يشتريني بيها، فأنا كنت بالنسبة لي بنزع ما بين أمرين، يعني أرفض بالذوق وأخسر الراجل، ولا أرفض بقلة أدب، يعني آسف، أرفض بالذوق وما أخسرش الراجل اللي كان وسيط كده، اللي كان يعني حلقة الوصل دي، عشان من عارف ممكن أحتاجه بعد كده، أو ممكن يعني أواظب على العلاقة، أو أخسر، أو أرفض وأهزأ الراجل وأمسح بكرامته الأرض فأخسره. فدي التو تشويسز اللي كان عندي، وانا كنت حر في اختيار هذين الاختيارات، ان انا ارفض بالادب ولا ارفض بقله ادب. ده كان بالنسبه لي الاختيار اللي انا بفكر فيه، وده بالنسبه لي اللي اداني عزز عندي شعوري بالحريه، انا حر ان انا اختار هذه الاختيارات. لكن انا اصلا كنت بختار ما بين ايه؟ ارفض وارفض. يعني انا في الحالتين هرفض، بس ارفض بادب ولا ارفض بقله ادب. انما واحد تاني ممكن يكون عنده اختيار تالت خالص، ان انا اقبل، او اقبل نص نص، او اقبل بس مش قوي، او اقبل بس ما اديش كل حاجه. الله، ده طلع في اختيارات كتيره قوي. طب ايه اللي حدد هذه الاختيارات وخلاهم limited set of choice؟ آه، حزمه اختيارات قليله اللي بعد كده بابا اختار منهم اختيار بعينه. ده بقى ولا كان قانون، ولا كان تأثير التنشئة والتربية والطبيعة الشخصية البحتة لبابا. ممكن نقول الدين كان عامل من العوامل اللي بتقيد دي، لكن مش شرط. فهماني؟ فدي فكرة الايه، وهم الحرية، وهم الحرية. آه الايه، آه
مثال مثلا عن في 25 يناير، هو الانتخابات اولا ولا الدستور اولا؟ يعني طب ما هو ليه ما يبقاش الاثنين؟ يعني ليه ما يبقاش الاثنين؟ ليه ما يبقاش في نفس اليوم احنا رايحين بنلاقي قدامنا تعديل الدستور ومعاه الورقة التانية ورقة الانتخابات مثلا؟ يعني ليه ما يبقاش الاثنين؟ فاهماني؟ طب هي الدستور ولا الانتخابات؟ طب نعم او لا. الدستور او تعديلات الدستور دي عظيمة جدا 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 جدا. ليه تلاقيهم مثلا بالذات في الدول العربية؟ طبعا كل برضه عشان نبقى صراحة، كل ما تزيد درجة الديمقراطية وتزيد درجة الحرية في المجتمع كمجتمع، كل ما بتزيد كل ما بيكبر معاكي حزمة الاختيارات دي. يعني حزمة الاختيارات بتكبر، وبيبقى عندك وعي ما يخليكي بتبقي كويسة في هذه الايه الاختيارات يعني. لكن مثلا يعني في 25 تقريبا، بعد 25 هي التعديلات الدستوريه قام جم ظرفونا بتاع مش عارف 12 ماده للتعديل، نعم ولا. يا نهار اسود. فالناس نازله، وانا نزلت الانتخابات ونزلنا ووقفنا في الطوابير، ووقفنا ندعو الناس يقولوا نعم، ووقفنا ندعو الناس وندي للناس ارقامهم الانتخابيه، ونقف على اللجان ونراقب على النزاهه ومش عارف ايه. في الاخر خالص احنا بنخير الناس ما بين ايه؟ نعم ولا. وده كان بيعزز عند الناس. يعني كنا بنشوف الناس في الشارع فعلا، لا بقى من غير زيت وسكر من غير ده، الناس فعلا في الحقيقه في الشارع عندهم هذا الشعور بالحريه، ان احنا احرار، ان احنا اللي هنحدد وهنقرر مصيرنا، وان احنا هنختار نعم او لا. وكل بقى طرف كان بيعمل. بينما في الاخير لما جيت بعد كده افكر فيها، 11 بند. طب انا موافق على 7 ورافض 2، اعمل ايه؟ يعني انا اعمل ايه ساعتها؟ ابص مثلا الاقي ان في بلد زي اسكتلندا مثلا، من حوالي في 2017 2016 كانوا عاملين استفتاء على التعديل في الدستور على ماده واحده، ماده واحده بس. ما فساعتها اقدر افهم نعم او لا. وحتى في ساعتها ما ممكن نعم ولا، او ممكن طب ما ممكن ربما ممكن تكون الاجابه الصح ساعات وساعات. في هذه الاحيان نعم، وفي هذه الاحيان لا. الله. هو ايه اللي حصل؟ ده اللي السياسيين بيبقوا شاطرين فيه جدا، والاقتصاديين كمان بيبقوا شاطرين فيه جدا، ان هو يخلق هذه الحزمه من الاختيارات المحدوده جدا والمقيده جدا، وبعد كده يعرضها عليك لتختار منها، فانت تشعر يعني ان انت ايه، عندك هذه الحريه، بينما حريتك اصلا مقيده. بينما انت اصلا في حد اختار لك من قبل بانه اختار ما هو الذي ستختاره انت، او ما هي الحزمه التي ستختار منها. كانك معاكي كده، معاكي رابطه فيها اعواد، وانا اللي بحط لك عواد ورد مثلا، فانا اللي بحط لك ياسمين و... وفل ومش عارف ياسمين فل عباد شمس. انا اللي بحط لك الحزمه كده، وبروح اقول لك ادي حزمه الورده، اختاري منها الورده اللي تحبيها. فانت بتبقي فرحانه ان انت اللي اخترتي الورده اللي تحبيها، فبتروحي تاخدي مثلا الياسمين، تقولي الله انا بحب الياسمين هاخد الياسمين، وتروحي فرحانه جدا انا حره وانا اخترت الورده اللي انا عايزاها. بينما مثلا الحزمه كلها ما كانش فيها تيوليب، وانت بتحب التيوليب اكتر، او انا بابا بيحب التيوليب اكتر، بحب انا التيوليب، بحس ان دي افضل ورده في الدنيا، بالذات التيوليب السوداء الجميله دي. فهي الحزمه ما كانش فيها تيوليب يا جماعه، فانت خيرتيني ما بين الياسمين والفل ومش عارف ايه، كلهم ورد كلهم حلوين، وانا اخترت وانا مبسوط الياسمين منهم كلهم، فانا مبسوط ان انا اخترت ده، وروحت وانا فرحان ان انا عندي هذه الحريه في ان انا اختار. بينما في الحقيقه بقى انا لا، ده في حد اختار لي قبل كده، في حد اختار لي ان انا مش هحط لك التوليب في من ضمن الاختيارات. وصلت الفكره؟ فده المبدا الاولاني، مبدا ايه؟ الاختيار ووهم الحريه. ان الانسان لما بيختار بيعزز عنده هذا الشعور بانه عنده حريه مطلقه. لكن لازم نكون واعيين ان انت فعلا حر، ولكنها حريه ليست مطلقه، حريه مقيده جدا، حريه مقيده جدا. حتى من الحاجات اللطيفه ان ايه، كنا بنسمعها ساعتها زمان، نلاقي الناس يعني ايام من بعد الثوره، واظن لغايه دلوقتي حتى بنسمعها يعني، نلاقي الشباب بتوع التيار المدني وكده يقول لك ايه، احنا عايزين مبادئ فوق الدستوريه. ايه مبادئ فوق الدستوريه دي؟ مش بتكلم في صح وغلط دلوقتي، مش بقيم الفكره، بالعكس ممكن اتفق جدا على حاجه زي كده. لكن هم في الاخير يقول لك ايه، انت احنا هنخلي الناس تختار، نخلي الشعب يختار. ودي حتى اللغه اللي كانوا بيستخدموها كنت بستغربها جدا،
لان انت المفروض كحد مدني او ديمقراطي فانت مع الحريه المطلقه. بالذات منهم حتى كانوا شباب يقول لك احنا علمانيين يعني بشكل واضح. فالشخص العلماني ده او الليبرالي انت عندك حريه مطلقه، انت بتدعو للحريه، فانت المفروض ما تعملش كده. يقول لك لا احنا الاول ايه، نقفل من فوق كده حزم، احنا مش هنسيب نخلي الناس تختار اي حاجه، هو في حاجات مبادئ فوق دستوريه ولا حتى الدستور يتخانق فيها، احنا هنتفق على حاجات كل الناس تلتزم بيها الاول، ونقعد احنا نحطها كاليتس. ممكن نقبل بقى بكل الاطياف ان هي تقعد مع بعض تناقش فيها. وهنا بقى يختلف درجاتهم، يعني في ناس يقول لك لا نقبل، وفي ناس يقول لك لا ما نقبلش، احنا هنجيب مش عارف ميثاق الامم المتحده لحقوق الانسان وهو ده اللي هنفرضه، وهو ده اللي يبقى المبادئ فوق الدستوريه، عجبه عجبه واللي ما عجبوش ما عجبوش، واللعب كله يبقى تحت الايه دي. فانت مره تانية بتخلق السيت اوف تشويسز اللي بعد كده بتطلب من الناس ان هي تختاره، فانت بتخلق عند الناس فولس، علشان كده بيسميه illusion، وهم بالحريه، فولس فيلينج او illusion ان الناس احرار والناس بتختار، بينما هم على الحقيقه الحريه بشكل او باخر مقيده. والناحيه التانية برضو يعني عندنا عند عند المسلمين، ما بحبش كلمه الاسلاميين قوي يعني، بس عند المسلمين او عند الناس اصحاب التوجه الاسلامي، ما احنا برضو عندنا الانسان حر في كل شيء، الا ان حريته مقيده بايه، بقيدها احنا بنقول لك والله احنا بنقيدها بالشريعه او مراد الله من الخلق الانسان. فنقول بقى لا مفيش برضو حاجه اسمها حريه مطلقه، حريه مقيده بايه، قيدها عند المسلمين او اصحاب التوجه الاسلامي او المحافظين ايا كان بقى الاسم ايه، ان هو يقول لك لا والله احنا بنقيدها بمراد الله سبحانه وتعالى من الكون ومراد الله سبحانه وتعالى من الخلق او بالشريعه، فنجعل الشريعه حاكمه على الحريه. فده المبدا الاولاني illusion of freedom اللي بيظهر من التشويس، اللي بيظهر من الاختيارات. بس من اللي انا بحكيه ده ممكن يجي لنا تصور او يجي لك تصور وانا بتكلم ان خلاص يكون الحل ايه، يكون الحل ان انا ازاي اكبر حزمه الاختيارات دي. مش هي حزمه الاختيارات لما تكون قليله معناه ان انا عندي وهم وعندي حريه موهومه، فانا خلاص تعالى بقى ايه، تعالى يا بابا نوسعها، نوزع حزمه الخيارات دي. تمام، فيبقى عندي حزمه كبيره قوي، يبقى عندي تشويسز كتير قوي، فانا فعلا كده ابقى حر على الحقيقه، ابقى انا فعلا كده حر بقى. لو انا عايز ابقى اوصل لهذه الحريه المطلقه يبقى الحل ايه، ان انا اكبر هذه الحزمه. فالحقيقه ده بيوقعنا في المعضله التانية او الاشكاليه التانية اللي بيحكي عنها كان كاتب اسمه باري تشوارتز او حاجه زي كده. كان كتب كتاب وعمل حتى يعني ليه عليه فيديوهات كتيره على ايامنا على اليوتيوب، وعليه عليه فيديوهات وعليه افكار، وعمل عنه تيد توك وحاجات زي كده عن The Paradox of Choices، معضله الاختيار، معضله الاختيارات، معضله الاختيارات المتعدده لو انا بترجم ترجمه اقرب الى الدقه يعني. والراجل بيختصر الموضوع ده ان هو في الاخر بيقول لك the less is more، مختصر الكتاب كله، مختصر الفكره بتاعته كلها. the less choices you have the more achievement you get، او يعني the more you can achieve. ليه؟ لان هو بيقول لك ان بنصل الى حاله معينه، في threshold، في عتبه معينه من الاختيارات، بعدها العقل البشري ما بيقدرش يتعامل مع هذه الاختيارات الكتير قوي، فبنوصل لمرحله للبارالايز. وبيتكلم ان ده بيسمع مع الانسان من اول قرارات صغيره خالص ليها علاقه بالبرشيزنج، ليها علاقه بالشراء، ان انا هروح الاقي اخش المحل الاقي ان انا عندي مثلا عندي تيبل كده، عندي صف كبير، عندي رف كبير، الرف عليه مثلا 35 نوع من انواع الكيك ده ولا البسكوت ده، بالتوت والتوت الابيض والتوت الاخضر والتوت الاسود والتوت اللي مش عارف ايه والشوكولاته والبتاع. فانت تخش سوبر ماركت يعني القصه دي الحاله دي بتحصل مع بابا كتير يعني، وبراقب بشوف الناس كمان بتحصل لهم. تخش السوبر ماركت يا عيني تلاقي في ناس كده متحنطه واقفه مكانها، بتعمل ايه يا عم؟ هو يعني يهنج انا نازل من البيت وكاتب في الورقه ان انا عايز انزل اجيب رز مثلا، انا نازل اجيب رز، نازل اجيب بسكوت، فوانا واقف ابص الاقي الرف عليه 20 نوع بسكوت، طب انا اجيب انهي؟
انا في الاخر عندي ليميتد ريسورسز، ما عنديش فلوس تجيب ده كله، عندي ليميتد نيدز، حتى انا مش محتاج ان انا اجيب 20 وحده بسكوت. لو انا معايا فلوس كتير قوي عندي احتياج كبير قوي، انا محتاج قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت عندي فلوس كتير قوي، ساعتها ممكن اقول جاي قال لي ايه، خلاص انا هجيب من كل واحده واحده وادوق، ماشي، احيانا بتحصل. طب ده لو 20، طب لو لقيت على الرف 100 حته هتجيب برضو من كل واحده واحده. فنتيجه ان انت الريسورسز بتاعتك مواردك قليله واحتياجاتك اصلا مش كبيره قوي، فلما تلاقي عندك these multiple choices العقل البشري لا يستطيع التعامل معها، بيهنج، بتجيت paralyzed، بتقف. فهو الراجل كان بيتكلم يقول لك بقى اسحب ده على كل حاجه، بقى اسحب ده على من اول المستوى الصغير ده، واسحب ده على الديسيجن ميكنج في الشركات. مثلا انت كل ما توسع شركه تلاقي ايه، يقول لك مثلا شركات الموبايل، شركه زي ابل مثلا. ابل قعدت زل انفاسنا، ما بتنزلش مثلا من التليفون غير لون واحد في اول مش عارف من اول الاربعه كده، ايفون 1 و2 و3 و4 لغايه مش عارف فين وفين، لما نزلوا بقى لونين في ايام الستة والستة اس. الله اعلم على ايام ما انت تشوف الفيديو ده هيبقى فيه ايفون كام دلوقتي، ولا اصلا هيكون فيه ايفون ولا قفلت، ولا هيبقى فيه جلاسز، ولا ربنا يستر على الزمن اللي انت هتبقى يعني فيه وتشوف فيه الفيديو ده. الشاهد يعني طلعوا عينينا لغايه ما نزلوا، قال لك احنا هننزل السبيس جراي، هننزل الموبايل اللي لونه كده ايه سبيس جراي. اوبا، الناس عملت فرح. انا قعدت افكر هم يعني ما كانوش يعرفوا يعملوا سبيس جراي ده من قبل كده؟ ما كانوا يقدروا، بس ده في الاخر اجراءات ليها علاقه بالانتاج، واجراءات ليها علاقه بالتسويق، واجراءات ليها علاقه بالمستهلك، الناس تقعد تختار. فورد حتى في كلمه مشهوره عن فورد اللي اسس الشركه يعني، لما كانوا بيسالوه اول ما طلع العربيه كان بيطلعها لونها اسود، فالناس بتساله هو انت ما فيش الوان تانية، وانت ما بتشوفش العملاء بيعملوا ايه؟ قال لهم لا والله ده الاسهل وده الاحسن، والعميل بيشتري اللي انا انتجه، ماليش دعوه انا باللي العميل عايزه. وده كانت مبدأ كبير قوي في الصناعه لفتره من الفترات يعني. لكن بعد كده الناس بدأت تقول لك لا احنا لازم نسمع لاحتياجات العميل، واحتياجات العميل هي اللي ومع ذلك تلاقيهم في الاخير بيحاولوا يعني يسيطروا قوي على الموضوع، ما يبهوأش. ما انا عندي القدره ان انا اعمل بدل اللون 10، اللون ده في الاخر مش حاجه يعني. ابل دلوقتي اهي يعني فكت ايديها شويه وبقت تقريبا في ايفون 12، لسه شايف الفيديو بتاعهم، هينزلوا 7 الوان ولا حاجه، ولا 7 الوان ماك، اسف مش موبايل يا ربي، 7 الوان للاي ماك، الجهاز بتاعهم البي سي بتاعهم طول عمره فضي، طول عمره فضي. شوفي بقى من امتى لغايه دلوقتي فضي. قال لك والله لا ده احنا هننزل له الوان، وهننزل له 7 الوان، خلي الفقير ياكل. طب يا ولاد الحلال، ما من زمان كنتوا تقدروا تعملوا الالوان دي. فدايما فكره محدوديه الاختيارات توفر على الانسان وقت كتير جدا في اتخاذ القرار. الشركات او الناس متخذين القرار اللي بيبقى عنده اكتر من اختيار دايما بيتعب، وبيبقى في جزء رايح من مجهوده الفكري والذهني وحتى الجسدي في ان هو ياخد قرار، انه يتيك ديسيشن. ليه؟ لان عنده تشويسز كتير قوي. بينما التشويسز اللي مش مهمه لو هو ما عندوش اصلا اختيار فيها، وما عندوش غير حاجه واحده او حاجتين، فخلاص يقول لك ايه، بيعملها، فبتوفر وقت وانتاج. علشان كده باري بقى في الكتاب بتاعه في البارادوكس اوف تشويسز ده بيتكلم على ان ايه، ان هناك اعمال كثيره يفضل فيها ان انت تليمت التشويسز دي من خلال ان انت تخلق روتين. يعني خلاص انت كل يوم صبح بتشرب قهوه، طب في 20 مليون نوع من القهوه، هتدوق في اول مره مرتين ثلاثه كده لغايه ما تختار نوع. اول ما تختار نوع يعجبك امسك فيه يا معلم، ما توجعش دماغك بقى، هو ده نوع القهوه اللي انا بشربه. وفين وفين لما يجي لك مزاج وتبقى انت عايز تروق على نفسك كده، روح جرب نوع تاني، ماشي مفيش مشكله. لكن الاصل ايه؟ الاصل ان انا ماسك في النوع واحد القهوه. طب بقيت انواع القهوه دي مش هتفوتني؟ هتفوتك مش ممكن كده ما استمتعش بيها، ماشي، بس هتوفر على نفسك كتير من المجهود الذهني والعصبي والعقلي وكده. فده مفهوم البارادوكس اوف تشويس. فالبالانس بقى ان انت تسترايك البالانس ما بين ان انت تكبر السيت اوف تشويسز، بالمناسبه الناس المبدعين والكرييتيف والليدرز والقياديين المميزين هو اللي يكون عنده القدره والجرأه، القدره والجرأه
انه يخرج بره حزمة الاختيارات الديفولت، ويقول لك لا يا جماعة، ده انا هختار حزمة تانية، ده انا هلعب على فيلد مختلف، انا رايح العب على بلين فيلد مختلفة تماما، انا هختار حزمة مختلفة من الاختيارات، وهي دي اللي هروح اختار منها. انا هدور على حزمة تانية غير الحزمة دي، احنا ما عندناش غير رأسمالية واشتراكية ومش عارف ايه، لو احنا بنشكل دولة جديدة. لا يا جدعان، فكك من الكلام ده كله، انا رايح العب لعبة تانية. دي اللي عايزة قائد، دي اللي بتظهر فيها الكرياتيفيتي، وبتظهر فيها الليدرشيب، بتظهر فيها الجرأة ان انت تخرج، بالذات في مساحة القيادة يعني، ان انت تخرج بره الحزم التقليدية المعروضة عليك، وتروح تقول طب والله انا عايز حزمة جديدة. لكن في نفس الوقت ما ما تقعيش في وهم ان انت تظني ان انت بمجرد اختيارك فانت حر. لا، انت لازم تبقى عارفه ان انت بتختاري، وبالعكس ده احيانا كتير يكون ده الاحسن. زي ما اتكلمنا عن موضوع معضله الاختيارات دي، ان احسن ان انت تكوني بتختاري من عدد محدود او من حزمه محدوده من الاختيارات، لكن تبقى عامله حسابك ان انا بختار من حزمه محدوده من الاختيارات، فانا حره وذين هذه الحزمه. لما اكون في مكان قيادي او في وقت يسمح او في احتياج ان انا اغير الحزمه كلها، يكون عندك الجرأه ان انت تعملي ده. وفي نفس الوقت ما تحاوليش توسعي الحزمة قوي، علشان ده ممكن اصلا يعطلك عن القرار ويعطلك عن العمل يعني. طولت قوي، ايه ده، نص ساعة، طولت قوي. بس اتمنى ان تكون فكرة زي دي وصلت ليكي، فكرة ايه وهم الحرية ومعضلة الاختيارات. آه يا خديجة، اني احبك.